النتيجة بكل تأكيد. أيضا في مباراة استاد البصرة مع المنتخب الأردني، وهنا كرة خطيرة، جول لسوريا، هدف للمنتخب الأولمبي السوري. برافو لسوريا، برافو لمؤمن، يسجل أول أهداف المباراة. وأيضا جانب من الجماهير السورية الحاضرة في ملعب المباراة، وبالتالي أول الأهداف بخطأ واضح على مستوى خط الدفاع، وبالتالي الكرة العرضية تأتي وعلي لطيف مع حارس المرمى حيدر محمد، ويأتي أول أهداف المباراة بالنسبة لمنتخب سوريا الأولمبي. حلوة لمؤمن ناجي، يسجل أول أهداف المباراة في اللقاء الأول. اليوم أيمن حاول ولكن لم يسجل، وفرحان متواجد على دكة البدلاء، ربما نشاهده كبديل يحضر من خلال هذه المباراة. جول! أيمن حسين يظهر الآن في الدقيقة 43، يظهر للمرة الثانية في استاد كربلاء الدولي. جول لمنتخبنا الأولمبي، جول لأيمن. ذكرت أيمن بأنه ظهر في المباراة الأولى، ولكنه اليوم حاول ولم يظهر على مستوى التسجيل، ولكنه الآن وفي هذه اللحظات وفي هذه الدقيقة يظهر أيمن ويسجل هدف التعادل. برافو لأيمن، حلوة لأيمن، وبالتالي أيمن يضع الكرة وصعبة على يزن السيد، وبالتالي أيمن يضع الكرة في المكان السليم ويصل بمنتخبنا الأولمبي من خلال هذا اللقاء وقبل نهاية الشوط الأول. وهذا هو طبعا الشيء الجيد، وبالتالي تخرج من الشوط الأول متعادلا، وإن كانت المباراة ودية، ولكن يعني أن